خلينا نبداو مع الاساتذه. البارح قال لكم عزيز اخنوش رئيس الحكومه ورئيس الحزب اللي كيقودها بانه النظام الاساسي في مصلحتكم، العقوبات اللي فيه ماشي باش يعاقبوكم ولكن باش يحميوكم، فيه شي حويجات ممكن يتبدلوا، نقاش ممكن، كل شيء زعما كل شيء مزيان، غير رجعوا للاقسام وترجع الامور ان شاء الله لمجاريها وتفاهموا. غترجعوا؟ غتوقفوا الاضراب؟ ما قاله رئيس الحكومة بطريقة مرتبكة وخجولة هو عين ما ردده وزير العدل بطريقة بذيئة كعادته. وزير العدل هذا الذي يدافع عن ضرورة توطين الفساد في البلاد، وقد سبق له في قبة البرلمان أن دافع على ضرورة إفلات كل رؤساء المجالس الجماعية من المحاسبة والمتابعة القضائية على سرقاتهم ونهبهم للمال العام. كما سبق له أيضا وهو رائد توطين هذا الفساد في ما يتعلق بمجزرة مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة. عطفا على ما سلف وعلاقة بمباراة هذه الأهلية لمزاولة المحاماة، قال بعظمة لسانه إن ابني يدرس بكندا، ولدي تيقرا في كندا عند باه الفلوس بزاف. يعني بطريقة أو بخطاب يحاول من خلاله أن يمارس نوعا من الحقرة والإدلال لهذا الشعب الذي يشكل هو شريكا في عملية إفقاره وتفقيره ومراكمة هذه الثروات. وأسوأ المسؤولين هم أولئك الذين تتزايد ثرواتهم وتتحسن أحوالهم بموازاة مع إفقار وإدلال وتفقير وتجويع شعوبهم. على أي ما قاله وهبي بهذه الطريقة كما أسلفت، هذه الطريقة البذيئة، يحرض مزيد من النضال ومزيد من الاحتجاج ويستدعي منا مد اليد لبعضنا البعض، لأن القارب سيغرق بنا جميعا إذا لم نتوحد من أجل صد ومن أجل إسقاط هذا النظام الأساسي لتخريب ما تبقى في المدرسة العمومية. نعتبره نظاما للتراجعات، نظاما إقصائيا، نظاما مكرسا للتدمير، لأن البنك الدولي في صفحته الرسمية يشير بأنه في مارس 2023 منح للمغرب 250 مليون دولار زيادة على منحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار في 2019. من أجل ماذا؟ من أجل إقرار المرونة في النظام التعليمي المغربي بهذه الصيغة وباللغة العربية الفصحى التي لا يمكن أن يخطئها قارئ تمكن من فك ألف بائيات الخطاب. بمعنى ماذا؟ أن هذا النظام الأساسي هو يأتي في سياق هذا التدمير وهذا التخريب للخدمات الاجتماعية، نفض اليد من كل الخدمات الاجتماعية، بمعنى أنه مستقبلا ستكون هذه الأسر وهذه الدولة، تتحدث عن الدولة الاجتماعية، مدعوة للمزيد من النفقات. ستمس هذه السكاكين مخ عظامها من أجل تدريس أبنائها. إنه تفقير للشعب لم نرى مثيلا له من قبل، إنها جرأة مبالغ فيها في السطو على كل مقدرات هذه البلاد. لذلك فأملنا الوحيد هو في هذا النهوض وهذه الهبة الأستاذية، ولكن ينبغي ربطها دائما بالجبهة الاجتماعية التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في التعليم، وبالمركزيات النقابية الأخرى التي ينبغي أن تتحمل دورها في هذا التعليم، وبالآباء وبالجمعيات الحقوقية وبالجمعيات المعطلين، لنتوحد جميعا على أرضية إسقاط هذا النظام المشؤوم. ما أفهم من كلامك هذا كله وأنه الخروج الإعلامي البارح لرؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية لم يقنعكم بالعودة للأقسام وإنما استفزكم وأغضبكم. نعم، لم يقدم أي شيء. حوارات مركزية، حوار 1996، حوار 2003، حوار 2011، حوار 2022، مجموعة من الالتزامات لهذه الحكومة ولم تنفذ منها ولو نقطة واحدة. الشيء الوحيد الذي تحتفظ به هو كل تلك البنود التي تهدف إلى نسف أو إلى مزيد من التراجعات. ففي كل حوار جديد تكون هناك مجموعة من التراجعات الجديدة. ما هي الضمانات التي بمقتضاها يمكننا أن نعود إلى هذا الحوار؟ الضمانة الوحيدة والمعقولة رأفة بأبناء هذا الشعب المغربي، خصوصا أن هؤلاء الوزراء كلهم جلهم يدرسوا أبنائه في البعثات، يدرسوا أبنائه خارج أرض الوطن. العلاقة الوحيدة التي
تربطه بهذا الوطن هو النهب والمزيد من النهب. وحين أقول النهب، وقبيل قليل أشرت إلى مفردة معينة سجلت عليها ملاحظة بخصوصها. حين يكون وزير مسؤول يحاول أن يتهرب من أداء 30 مليار في تفويته لصفقة سهام بتعديل معين على قانون المالية، هل هذه الممارسات يمكن أن يمارسها إنسان راشد له حس وطني، له روح وطنية، له كرامة وطنية، له رأفة بهذه البلاد، يحاول أن يخاطب بجوارحه بروحه اهتمامات شباب هذه البلاد؟ حين أشير مثلا لمعمل إيكوز الذي فوت بدرهم رمزي، والذي فوت إليه باع البضاعة وأغلق الأبواب، باع ب9 المليار، يعني مكن ب9 المليار مقابل درهم رمزي. حين أشير لفندق حياة ريجنسي، حين أشير للاسامير، حين أشير المافيا أحيانا أشد أخلاقية لأنها تبني المدارس وتبني المستوصفات وتشيد وتعبئ وتقوم بأعمال خيرية لفائدة مواطنيها. لذلك كنت محقا كثيرا حين حاولت أن أقارن بين البعض وبين هذه الزمر المخربة والفاسدة، والتي ستقفز الأولى من قارب الغرق، من قارب غرق المغرب، وستحمل حقائبها إلى حيث أرسلت أرصدتها.